يتعلق الأمر اليوم بندوة علمية نظمتها جمعية المحامين الشباب بخريبكا، وحضرها فاعلون من هيئة الدفاع ومن قضاة ومسؤولين قضائيين ووسائل الإعلام. يتعلق الأمر بموضوع جرائم الصحافة وحماية الحياة الخاصة. هذا الموضوع هو قديم، ولكنه الآن له راهنية وأهمية خاصة بالنظر إلى ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي من تطور، وأصبحت هذه الجرائم المتعلقة بالصحافة وحتى خارج الصحافة والتي تمس الحياة الخاصة أصبحت لها راهنية كبيرة بالنظر إلى انتشارها بشكل واسع وإلى تهديدها للحياة الخاصة للأشخاص، سواء في يعني عناصر كثيرة من الحياة الخاصة، ولكن بالأخص الحق في الصورة الذي كان موضوع مداخلتنا في هذه الندوة، الذي أصبح منتشرا بشكل كبير، بحيث تؤخذ صور الناس وتنشر وتستعمل بشكل سيء وبتعليقات سيئة، وتسبب إساءات كبيرة لأشخاص وعائلات ومواقع اجتماعية، وأحيانا تطال حتى بعض الفئات المحمية قانونا مثل الأطفال، مثل النساء، مثل بعض الفئات الأخرى المحمية. لهذا كانت هذه الندوة هي لها طابع علمي قانوني، ولكن عندها طابع تحسيسي أيضا للمواطنين، وأيضا للنقاش مع يعني ممثلي وسائل الإعلام لتقريب وجهات النظر القانونية لهذه الوسائل، حتى تكون الممارسة فعلا ممارسة بناءة، لأن الممارس للإعلام هو مساهم في صناعة الرأي العام الوطني، وهذا البناء ديال الرأي العام الوطني لا يمكن أن يتم إلا في إطار الضوابط، في إطار القانون، وفي حماية طبعا القضاء. هذا هي معظم وإذا شئنا المحاور التي ناقشتها هذه الندوة. هناك واحد المعادلة، هناك حرية التعبير والإعلام اللي هي حرية وحق مضمون سواء للصحافي أو للمواطنين بشكل عام، ومن جهة أخرى هناك حماية الحياة الخاصة للأفراد. هذه المعادلة وكيفاش نحميو الحق في الإعلام وفي نفس الوقت نحميو الحياة الخاصة ديال الأشخاص. هذا الشيء ما يمكن يكون إلا في إطار الضوابط القانونية. خص الإعلامي ملي ينشر في حدود المصلحة وفي حدود الأفكار وفي حدود احترام الحرية الأولى والحق الأول اللي هو حماية الحياة الخاصة. من حقك تنتقد، من حقك تنشر الرأي ديالك، من حقك دير تقويم لسياسات عمومية، من حقك تعبر على الرأي ديالك، ولكن لا تمس بالحياة الخاصة ديال الأشخاص كيفما كان نوعهم ومهما كان اختلافك معهم. لا تمس بحياتهم الخاصة سواء بصورهم أو بأسمائهم أو بأسرارهم أو بحياتهم الصحية أو بجميع تفاصيل الحياة الخاصة يجب أن تحترمها. وهذاني يعني بهذا الشكل نحمي ونحل هذه المعادلة، وهي هذا الشيء اللي كاين في الدول الديمقراطية. كاينه حرية التعبير ولكن الحياة الخاصة ديال الناس محمية. أنت تقول بأن شخصية عامة ارتكب جريمة، هل هذا الشخص الذي ارتكب جريمة هل هناك حكم نهائي بات بأن الأمر يتعلق بجريمة؟ إذا كان هناك حكم بات قضاء يعني صدر على القضاء بأن هذا الشخص ارتكب جريمة، لك الحق في نشره في هذه الحدود. كون الشخص شخصية عمومية لا يعطيك الحق في أن تمس أو تشهر به أو تسيء إليه أو تسيء إلى عائلته، بالعكس حتى لا تصبح المسؤولية في حياتنا ظرف تشديد. الآن هناك ناس يتهربوا يعني ولاو تبعدوا عن المسؤولية لأنهم أصبحوا مهددون في حياتهم الخاصة. علينا أن نحمي الناس في حياتهم الخاصة بالقانون. شكرا.